بفرق ما يقومي كل زمان ناشکی ودانه تو به زمان ناشکی ودانه تو به زمان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جندبن جندبه قطاکبی آلا کردن جندبه قطاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جندبن جندبه قطاکبی آلا کردن جندبه قطاکبی آلا کردن هم خوردن مدیاوتی مسلمین دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جندبن جندبه قطاکبی آلا کردن جندبه قطاکبی آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشی بکن تاجی جیهان بابقی نشی بکن تاجی جیهان کسنه بکردن برن کسنه بکردن برن کرد جندبن جندبه قطاکبی آلا کردن جندبه قطاکبی آلا کردن خوردنون تب حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير ومرحبا بكم أينما كنتم مشاهدي بايف تي في الأكارم. نعلم جيدا أحبائي الأفاضل إن الأزمة الكارثية السورية قد أزالت الكثير من الأقنعة عن وجوه رجالات النظام والمعارضات معا لتبين النتائج الحقيقية لفحص الDNN الوطني والإنساني لديهم، والتي للأسف أكدت خلو غالبيتهم العظمى من روح الانتماء والنضال الوطني والأخلاقي الإنساني، والذي يعتبر السبب الرئيسي وربما الأوحد خلف تمسك أو حيادية معظم الدول الإقليمية والعالمية الكبرى بديمومة حكم العصابة البعثية الشوفينية والأسدية الإرهابية، أي عدم وجود البديل السياسي الحقيقي القادر على بناء دولة ديمقراطية تعددية فيدرالية في سوريا الجديدة الطاهرة من رجس ورواسب الفكر البعثي العنصري والديني التكفيري الذي يجبر المجتمع الدولي ولليوم بالرهان على بقاء سلطة العصابة الأسدية، ويحتم على البقية الباقية من أحرار ومناضلي سوريا الشرفاء بتحويل كفاحهم السياسي والثقافي العام للبحث عن مقومات تأهيل وبناء الإنسان السوري الحر الكريم الذي بسواعدهم فقط سيبنى سوريا المنشودة القادمة. ذلك محور حلقتنا. الإعلامي والروائي ثائر الناشف، وهو من مواليد مدينة الرقة عام 1982 وحاصل على إجازة في الإعلام من جامعة دمشق عام 2005، وغادر سوريا عام 2006 إثر نشاطاته السياسية إلى مصر، وعمل في وسائل إعلامها حتى عام 2014 حيث انتقل إلى النمسا. أهلا وسهلا بك أخي ثائر الناشف، نورتنا. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين، تحياتي لك أستاذ سليمان، وأيضا شكرا جزيلا لهذه القناة الكريمة ولكل العاملين والقائمين عليها، وكذلك أيضا لهذه التقديمة الجميلة منك. تسلم. كما نرحب مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا بالأستاذ حسن قاسم، وهو كاتب وناشط بالمجتمع المدني من مواليد مدينة قامشلو، وحاصل على بكالوريوس فيزياء وكيمياء من جامعة حلب عام 1980، وقيادي سابق بالحزب الشيوعي السوري، وفصل سياسيا من سلك التدريس عام 89
فاتجه لدولة قطر مدرسا لمدة 14 سنة، ثم استقر في إقليم كردستان العراق، وله العشرات من المقالات في الصحافة العربية، وهو الآن رئيس اتحاد معلمي كردستان سوريا في إقليم كردستان العراق، وأيضا ناطقا رسميا لقوى المجتمع المدني الكردستاني في سوريا. أهلا وسهلا بك صديقي الأستاذ حسن قاسم، نورتنا. شكرا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك وبضيفك الكريم، وأرجو أن نستمتع مع بعضنا في حوار شيق ومفيد لجماهير شعبي. شكرا لكم، شكرا للقناة. تسلم. أستاذ ثائر، هل توافقني بما جاء في المقدمة التي تؤكد على ضرورة بناء إنسان سوري جديد لنبني وطنا جديدا والذي ينشده معا؟ بداية أشد على يدك أستاذ سليمان في هذه المقدمة المنطقية التي تفضلت بها، وهي بالحقيقة تستدعي منا إعادة النظر والتفكير مرة أخرى بما حدث للإنسان السوري على مدار 10 سنوات من عمر هذه الحرب المؤلمة. وبالمقابل علينا أن نعيد النظر أيضا في السنوات السابقة، والتي أنا أسميها حقيقة السنوات العجاف التي شهدتها سوريا خلال حكم عائلة الأسد، والتي استأثرت بالسلطة وبالتالي أحدثت شرخا كبيرا في مكونات المجتمع السوري، وتحديدا البنية الطبقية الاجتماعية التي تضررت يعني مقارنة بما كان موجود قبل وصول هذه العائلة إلى سدة الحكم، حيث كان هناك يعني وضع اقتصادي لا بأس به في سوريا في حقبة الستينيات. كذلك أيضا كانت العلاقات الاجتماعية ربما في أحسن أحوالها في مطلع الخمسينيات، وكذلك أيضا في الستينيات، رغم الصعوبات الكثيرة التي كانت تواجه الإنسان السوري آنذاك. لكن كل ذلك تغير تدريجيا بعد عام 1970، حيث عمل نظام الأسد على تفريغ المجتمع السوري، وكذلك أيضا على تقعير، إنجاز القول وأن يعني سمح لي القول، على تقعير شخصية الإنسان السوري، وصولا إلى هذا الجيل الراهن الذي أنا أنتمي إليه، وربما من هم ولدوا بعدي أيضا ينتمون إلى هذا الجيل الذي هو يعني منسلخ تماما عن هويته الوطنية السورية، لأنه في الحقيقة لم تكن هناك هوية وطنية. وجاءت الحرب فوجدنا أنفسنا أمام واقع مأساوي كارثي زاد الطين بلة كما يقال. لا هوية سورية، لا مرجعية وطنية، لا حالة دستورية ثابتة ومستقرة، وبالتالي وجدنا حالة من الضياع، من التشرذم والتشتت عاشها المجتمع السوري وأيضا الإنسان السوري. والأهم من ذلك أن العائلة السورية التي ينتمي لها الفرد وتنتمي وأيضا هي التي تكون يعني نواة المجتمع السوري، هذه العائلة السورية وللأسف الشديد يعني تمزقت بين الأخ وأخيه، وكذلك أيضا في علاقة الآباء بأبنائهم تضررت بشكل كبير. السبب في ذلك يرجع كما قلت بسبب ذلك التزييف الأيديولوجي الذي قام به نظام الأسد تجاه المجتمع السوري، كأن نظام الأسد كان له هدف وحيد حقيقة، ليس فقط الاستئثار بالحكم والسلطة وحسب، بل تفتيت المجتمع السوري، دفع الإنسان السوري إلى هذه الحالة التي وصل إليها. يعني كأن هناك خطة استراتيجية اشتغل عليها نظام الأسد وقد أتت أكلها، ويعني كما يقال أتت قطافها أيضا فيما نشهده اليوم. لو كان الوضع في سوريا، لو كان البيت الداخلي يعني إنجاز القول الجبهة الداخلية الاجتماعية السورية متينة متراصة، ربما لكانت أضرار الحرب أقل سوءا علينا مما عانيناه وواجهناه خلال هذه الفترة الطويلة التي يعني ربما فقدنا فيها على الأقل جيلا أو جيلين. هؤلاء لم يتسنى لهم معرفة سوريا، لم يتسنى لهم كذلك أيضا معرفة تاريخ وكذلك أيضا حيثيات الوطن السوري.
فلذلك كله وجدنا أنفسنا أمام أجيال جديدة تولد في الخارج، خارج حدود سوريا، تولد في المهجر، في الشتات، في مخيمات اللجوء، لا تعرف شيئا عن سوريا ولا عن ماضي سوريا ولا حتى عن تاريخ سوريا، سواء الذي كتبه نظام الأسد أو ذلك التاريخ الذي دون. سنأتي إلى هذه النقطة أستاذ سائر، سنأتي إلى هذه النقطة، ولكن هذه العائلة الأسدية التي أو العصابة الأسدية التي نتكلم عنها، ألم تشرئب من الفكر البعثي العنصري الشوفيني وما قبله من الحقبة الناصرية التي دعت إلى الأفكار القومية وإلغاء الآخر؟ بكل تأكيد نظام الأسد استمد سلطته وحكمه الدكتاتوري من تلك الأفكار، وهو استثمر حقيقة حالة المد القومي التي شهدتها القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى، وتوجد أيضا في ما بعد الحرب العالمية الثانية. كانت البلدان العربية يعني خارجة لتوها من سلطة الاستعمار الكولونيالي الغربي، مصر وسوريا على وجه التحديد، ومعهما العراق أيضا. هذه الدول الثلاث بحجمها وبموقعها وبأيضا موقعها التاريخي والاستراتيجي تأثرت كثيرا بتلك الأفكار البائدة، الأفكار يعني التي تخلى عنها الأوروبيون حقيقة، لكن تمسك بها العسكر في البلدان العربية. وكان طبعا نظام الأسد وحاشيته ومن معه، يعني حتى قبل حافظ أسد أن يصعد إلى سدة الحكم كان البعثيون الذين هم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين متأثرين بتلك الأفكار الإلغائية الإقصائية، الأفكار التي لا تؤمن بهوية وطنية، الأفكار التي يعني تسرح كثيرا في خيالها فيما يسمى مشروع الوحدة العربية ومشروع الحرية والاشتراكية الذي لم تأخذ منه إلا القشور حقيقة. وكانت ضحية الكبرى لهذه العقلية الشوفينية حقيقة هو الإنسان الشرق أوسطي، سواء كان عربيا أو كرديا أو تركمانيا، يعني أو حتى من القوميات الأخرى القوقازية التي تعيش في الشرق الأوسط كالداغستانيين والشراكس والألبان. يعني نحن نعلم أن الشرق الأوسط يضم عدة قوميات وإثنيات تتعايش منذ أكثر من قرنين يعني من الزمن. كانوا هؤلاء جميعا ضحايا تلك الأفكار المسطحة، الأفكار التي تعتبر وباء لأي مجتمع يمكن أن يسير في ركابها. لذلك كله نعم أوافقك الرأي عندما تقول أن نظام الأسد استخدم حزب البعث وكان يحكم باسم هذا الحزب الذي حقيقة يعتبر من أكثر الأحزاب كارثية على الشرق الأوسط خلال يعني 100 سنة على الأقل. وطبعا الغريب في الأمر أن كل الأحزاب ذات المرجعية وذات الخلفية الأيديولوجية الشمولية التوليتارية كذلك إنجاز القول، جميعها يعني أصبحت خارج الاستخدام وخارج نطاق التطبيق الفعلي لها في الحكم، إلا حزب البعث. حتى اليوم لا يزال هذا الحزب يعني أشبه ما يكون بالشماعة وأشبه ما يكون أيضا بإنجاز القول عصا جحا. يعني الأحزاب التي حكمت أوروبا كالأيديولوجيا النازية أو حتى الأيديولوجيا الشيوعية اليوم أصبحت من الماضي، لم يعد لها أثر، إلا للأسف كأن سكان الشرق الأوسط يعني ليسوا محظوظين كثيرا عندما يبقى حزب البعث حتى الآن. وكذلك أيضا تبقى الأحزاب القومية الأخرى المتأثرة به يعني كالحركة الناصرية أو غير ذلك، لا تزال حتى اليوم تحاول أن تستنسخ التجربة من جديد لتفرضها على سكان الشرق الأوسط، رغم ما حدث خلال عقد كامل من ثورات وانتفاضات، وكذلك أيضا من موجة تغيير في السلطة، وكذلك أيضا من حالة فهم عميقة لدى بعض الأنظمة العربية التي ملت كثيرا من تلك النظريات البائدة وذهبت حقيقة لفتح صفحة جديدة. وأنا أعني هنا دول الخليج العربي التي ذهبت باتجاه مشاريع السلام أو إنجاز القول إن أراد البعض أن يسميها مشاريع التطبيع. دول الخليج مثلا قبل 30 سنة كانت متأثرة بتلك الحركات القومية الأيديولوجية. عندما كان صدام حسين في الحكم وحافظ أسد كانوا يعني إلى حد ما يتبنون الحروب التي كانت تخوضها بعض الدول العربية خارج حدودها تأثرا بتلك الأفكار الأيديولوجية الشوفينية البعثية. لكن اليوم
مع حالة الفهم العميق التي يعني اجتاحت المنطقة الشرق أوسطية، وجدنا حركات تغيير سياسي، وجدنا منظمات مجتمع مدني، منظمات حقوق إنسان تنادي بالصوت العالي، والأهم من ذلك وجدنا انحيازا واتجاها راديكاليا من قبل الكثير من الحكومات العربية باتجاه إعادة فهم العلاقة مع الآخر، سواء كان هذا الآخر ضمن حدود الشرق الأوسط أو خارجه، وأنا أعني هنا إسرائيل، وكذلك الحال بعض الدول الأخرى في أوروبا أو إلى ما هنالك، حتى في الدول يعني التي تقع في الجانب الشرقي من الكرة الأرضية، يعني أعني هنا دول مثلا على سبيل المثال الصين، كذلك الحال الهند. هذا كله يعني كان نتيجة الترسبات ونتيجة الاحتقان حقيقة الذي كانت تعيشه منطقة الشرق الأوسط على مدار نصف قرن، يعني من حالة الصمت والخوف والكبت وحالة النكوص، هذه جميعها يعني انفلت، لأكون صريح القول، انفلشت دفعة واحدة، أشبه ما تكون هذا التغيير ما سنحكي سنأتي إليه أستاذ سائر. الآن نعود إلى الأستاذ حسن قاسم. أستاذ حسن قاسم، أنت مدرس فيزياء وكيمياء، وأستاذ سائر أكد أنه صار هناك تفكك بالأسرة السورية نتيجة تسلق حزب البعث، الفكر القومي، وثم العائلة الأسدية الإرهابية. برأيك يعني ما هي المقومات المطلوبة لتتفاعل مع بعضها، أو المقومات والعناصر المطلوبة لتتفاعل مع بعضها حتى نكون أمام معادلة كيميائية سليمة لبناء الإنسان السوري الجديد؟ شكرا أستاذ سليمان، وتحية أيضا لضيفك الأستاذ سائر، ووافقه بمعظم ما طرحه من أفكار قيمة وجيدة. حقيقة الثورة السورية، أو بما ما تسمى بالثورة السورية وما سميت بالثورة السورية، كشفت الغطاء عن الكثيرين. لم نكن نتوقع نهائيا أن الإنسان السوري سيكون بهذه، مع الأسف الشديد أقول، بهذه البشاعة. يعني مئات الفصائل التكفيرية المتأثرة بالأفكار الغيبية التي تحمل إرثا ثقيلا من التخلف والجهل استطاعت أن تجد موطئ قدم في أن تقود هذه الحركات أو هذه الأحداث وحرفها عن مسارها. نعم، نظام البعث أثر بشكل سلبي وحول الدولة السورية إلى دولة أمنية، ولكن أيضا الإنسان السوري يبدو نتيجة للضغط والكبت الذي تحدث عنه ضيفك الكريم لم يستطع أن يبني نفسه بشكل جيد. لذلك المقومات المطلوبة أستاذ سليمان قبل كل شيء أن نتخلص من هذه الرواسب، هذه البشاعة التي لحقت بنا، هذه اللطاخة بصراحة. هل تجدون الآن المعارضين الذين يقودون دفة المعارضة هل هم أحسن من البعث؟ أنا شخصيا حتى الآن لم أجد الغالبية العظمى هم وجه آخر للبعث، وجهان لعملة واحدة. الشوفية موجودة، القوى المتأسلمة، إن لم نقل القوى الإسلامية المتأسلمة المتأثرة بالفكر. يا سيدي معظم المعارضة الآن التي الموجودة المرتبطة بالخارج بالدرجة الأولى، الممولة من معلميها، وهم الإخوان المسلمون بشكل عام، إخوان المسلمين والفصائل والميليشيات التكفيرية، وحتى البعض من الذين يدعون الديمقراطية، كلهم مشبعون بالفكر العنصري، بالفكر
الرجعي الشوفيني الذي لا يقبل الآخر. لذلك أنا أرجو وأتمنى أن نتخلص بسرعة من هذه الأفكار السيئة التي فرضت نفسها على الساحة السوري نتيجة لكشف الغطاء. كما قلت، الثورة أو الأحداث التي صارت بسوريا كشفت الغطاء عن الكثيرين. كانوا يدعون بالتقدمية وبالمدنية وبالحضارة، وجدنا أنهم لا تقدميون ولا مدنيون ولا هم يفقهون شيء من الحضارة. المطلوب أستاذ حسن، المطلوب المقومات والعناصر الموجودة. نعم. المطلوب أتمنى أن نخطو خطوات التي بدأت بها مثلا المجتمع الياباني. المجتمع الياباني بعام 1945 أمريكا قصفتهم بالقنابل الذرية، ولكن قام هذا الشعب مثل المارد الذي يقوم من تحت الرماد، واستطاع أن يتطور ويتجاوز محنته ويصل إلى درجات عالية من الرقي والحضارة والتكنولوجيا إلى آخره. نفس العملية الأوروبيين أيضا مروا بظروف سيئة كما نمر بها الآن، يعني حرب 40 عام، وكما ذكر ضيفك الكريم بعد الحرب العالمية الثانية استطاعوا أن يجدوا مقومات للنهضة وتوصلوا إلى درجات عالية من التقدم والتكنولوجيا. الآن هم يقودون العالم نتيجة للمخزون الكبير من الثقافة، من الوعي، من الإدراك عندهم. استطاعوا أن يتجاوزوا محنتهم ويبنوا إنسانهم مجددا ويتطور ويبني حضارته ويبنوا حضارتهم. لذلك نحن نتمنى أن الشعب السوري، ما أقول لك شعب مبدع وعنده إمكانيات، لكن الحرب التي فتكت بنا في هال10 سنوات والجهل والكراهية هذه الأمور أثرت بشكل سلبي، ويعني المنحنى البياني للتطور أو التقدم في المجتمع السوري توقف عند هذا الحد، عند هذا السقف، بل تراجع، بل تناقص. لذلك يجب أن نجد مخرجا لهذه المعضلة لكي نستطيع أن نبدأ يعني نسير في طريقنا من جديد. بصراحة أمامنا تحديات كبيرة جدا ليست سهلة أمامنا. يعني الإنسان هو مشروع إنسان، يعني سواء كان إنسان سوري أو غيري، لكن المشكلة إنه البعد الزمكاني الموجود فيه هذا الإنسان تفرض عليه ظروف ذاتية وموضوعية لأن يستطيع أن يتكيف مع هذه الظروف ويتجاوز محنته، وبالتالي يمشي في طريق التقدم الاجتماعي. نحن نتمنى أن نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة التي ألمت بنا، وبالتالي نجد طريقنا بين الشعوب التي تسعى إلى التقدم والتطور. تمام. أستاذ سائر، أستاذ حسن طبعا هو إنسان تربوي ومدرس طبعا، ومحور حلقتنا هو بناء الإنسان السوري، ولكن ركز على كلمة التمني. أنت كسياسي كإعلامي، والإعلام يعني البريطانيين يقولون عن الإعلام بأنه نواة بناء الإنسان والأوطان الحرة. برأيك كيف نحول التمني إلى خطوات عملية؟ يعني هل بالتمني نحقق الأمنيات؟ تبقى الأمنيات هي يعني مجرد طموحات يعيشها وآمال كذلك أيضا يعيشها أي إنسان على وجه الأرض، ولكن كيف يمكن أن نحول تلك الأمنيات والآمال جميعها إلى واقع عملي ملموس؟ أرى أنه يجب أن نبدأ أولا من العائلة. العائلة هي باعتقادي نواة المجتمع، وهي الأساس التي تموضع عليها بنى المجتمع، وكذلك أيضا العائلة هي حجر الزاوية لبدء تعريف مفهوم الهوية الوطنية لأي مجتمع في هذا العالم. لذلك كله إذا ما أردنا أن نفهم على سبيل المثال
المجتمع الألماني مثلا أو المجتمعات الغربية عموما، فالباحث الاجتماعي دائما يعود بنا إلى جوهر العائلة الألمانية، كما طرح الأستاذ حسن قاسم نقطة غاية في الأهمية عندما تفضل مشكورا وتحدث عن التجارب المريرة التي عاشتها المجتمعات الغربية بعيد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحال بعيد الحرب العالمية الأولى والحروب الأهلية التي شهدتها بلدان عديدة في القارة الأوروبية وآخرها الحرب البلقانية. لكن نرى أن جميع هذه الشعوب وهذه البلدان خرجت من تجربة الحرب أو من دروس الحرب القاسية، خرجت يعني بوضع أفضل، بنهضة شاملة، وكذلك الحال بطموحات أكبر. فالباحث الاجتماعي بعيدا عن التنظير السياسي دائما يشتغل على نقاط جوهرية في أي مجتمع يعيش حالة الحرب أو حالة الصراعات الأهلية، ويجد أن الأساس الذي اندفع إليه هذا المجتمع لخوض الحرب، سواء كان حرب خارج الحدود أو حرب داخل الحدود بمعنى الحرب الطائفية أو الحرب الأهلية أو الحرب العرقية، أساسها دائما يكون من بنية وتكوين شخصية الإنسان. فإذا كان هناك خلل على سبيل المثال في بنية وفي عقلية هذا الإنسان وفي فهمه لعلاقته مع الجار والمجتمع داخل العائلة والحي وكذلك أيضا في المدرسة والجامعة، ذلك كله يمكن أن يؤدي إلى انفجار ذلك البركان داخل ذلك المجتمع، بما يعني وصولا إلى حالة أو حافة الحرب الأهلية أو الحروب الداخلية. أما المجتمع الذي لا يعاني من ذلك التشرذم والتشتت بغض النظر عن طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة بين أفراد هذا المجتمع على مستوى الزواج أو على مستوى الأحوال الشخصية، هذا المجتمع يكون دائما مجتمع سليم لا يتأثر بأي رياح داخلية أو خارجية. فمن حيث المبدأ هو مجتمع يحمي نفسه من أي نزاعات عرقية. دعونا نعود بالذاكرة قليلا إلى الحرب الأهلية الأمريكية التي بدأت في عام 1860 وانتهت خلال 3 سنوات 1863. 3 سنوات طاحنة، يعني ربما أشد وباء ووبالا من الحروب في القارة الإفريقية، الحروب الأهلية في القارة الإفريقية أو حتى الحروب الأهلية في أوروبا، حرب 30 عاما مثلا على سبيل المثال قبل عصر التنوير في أوروبا، أو حتى الحرب الأهلية في البلقان التي رأينا يعني سوادها الكامل والتام بعد انهيار الاتحاد اليوغوسلافي. الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال الصناعي والجنوب الزراعي ذو الاتجاه الإقطاعي، حرب طاحنة مدمرة لمجتمع يمتلك مقومات هائلة، لمجتمع يعني متجانس متصالح كان إلى حد ما ينتمي لثقافة واحدة. كذلك الحال المجتمع الأمريكي يعني متنوع متشعب في ذلك الوقت، ولا بل أستطيع القول أن الحرب الأهلية الأمريكية لم تكن حربا بين البيض والسود، كانت حربا بين البيض أنفسهم أي بين الأنجلو ساكسون الذين هاجروا من البلدان الجرمانية أو كذلك الحال هاجروا من بريطانيا. يعني لم يدخل العنصر الروسي المهاجر على سبيل المثال أو العنصر الإيطالي المهاجر في هذه الحرب كثيرا، وكانت نتائجها كارثية. لكن أمريكا بعد 40 عاما نهضت وأصبحت، يعني أنا أرى أن تجربة النهوض الأمريكي بعد الحرب الأهلية أقوى بكثير من تجربة النهوض الألماني الذي تعيشها اليوم ألمانيا، أو حتى من تجربة النهوض الياباني الذي تفضل الأستاذ حسن وطرحها مشكورا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. النهوض الأمريكي كان متسارع وفرض الشمال رؤيته بشكل صارم على الجنوب. بعد أن انهزم الجنوب في أطلنطا ولاية جورجيا فرض الشمال الصناعي المفهوم الاتحاد الفيدرالي على الولايات الجنوبية التي تريد أن تنفصل، وتم تطبيق ذلك على الجميع، وتم التصالح بين أفراد المجتمع الأمريكي، تم بناء هوية أمريكية جديدة تكون هوية وطنية شاملة للجميع، تم الاعتراف بحقوق السود لأول مرة في تاريخ ذلك البلد الذي تأسس منذ اكتشافات كولومبوس. وهذا هو المهم. نحن اليوم نعم نحن اليوم أنت ذكرت أنه الشمال فرضت النظام الفيدرالي أو هل إذا نقارنها مع أوضاع سوريا الآن ممكن أن تكون أن نفرض الفيدرالية على سوريا الذي يرفضها الآن النظام والمعارضات كلها؟ المعارضات عندما تقول فيدرالية تتكهرب، هل ممكن تكرار التجربة في سوريا؟
أنا بالنسبة لي كتبت عن هذا الموضوع مقال مبكر في عام 2006 حقيقة، بعد حرب العراق 2003، وأيضا الحروب الداخلية التي شهدها العراق في عام 2005، والعراق ليس بعيدا عنا حقيقة. وكنت من أشد الداعمين للتجربة الفيدرالية في العراق، وللدستور الذي صاغ فكرة تأسيس 3 أقاليم في العراق، في الشمال، في الجنوب، وفي الوسط. عندما بدأنا يعني نجد أن الوضع في سوريا لم يعد يعني ممكنا للاستمرار في تلك الصيغة القديمة، صيغة الدولة المركزية ذات الرؤية الأحادية، الفكر البعثي الشوفيني الذي يعني خرب كل شيء، حتى نعيد ترميم ذلك البناء من جديد. أنا كنت طرحت حقيقة فكرة الفيدرالية في عام 2013، يعني حتى التقسيمات النهائية للحرب في سوريا لم تكن قد وضعت كما يقال خطوطها على الأرض. اليوم أصبحنا أمام صورة واضحة جلية. أفضل صيغة، وأنا ناديت بها ولا زلت أنادي، أفضل صيغة للحل في سوريا، للحل السياسي في سوريا، هي صيغة الفيدرالية، وأكررها للمرة الألف، وكتبتها في عام 2006 وموجودة في مؤسسة الحوار المتمدن. الفيدرالية لا تعني التفكك، لا تعني التقسيم، الفيدرالية تعني الاتحاد. هناك فهم مسبق لدى الكثير من شعوب سكان الشرق الأوسط، وخاصة الشعوب العربية، أن دائما يخافون ويرتعدون من فكرة الفيدرالية. الفيدرالية تعني التقسيم، تعني التفكك، التمزق، إلى ما هنالك. ليست الحالة كذلك. الفيدرالية تعني أنه داخل هذا الوطن الواحد هناك مكونات ثقافية، عرقية، دينية، إثنية، لا تستطيع أن تتعايش بفرض رؤية شمولية عليها جميعا. تريد أن تمارس حياتها الثقافية والاجتماعية بطريقتها التي هي يعني تعتبر من صلب كينونتها الاجتماعية، وكذلك الأمر ترتبط ارتباط مباشر مع ذلك الوطن الكبير الذي بنهاية المطاف هو الذي يعتبر يعني الغطاء الشامل لدى الجميع. فللأسف لا يوجد فهم عميق لفكرة الفيدرالية. أرى أن الفيدرالية يعني هي قد تكون بوابة لحلول كثيرة، لكن أنا أرى أن العائق أمام تطبيق الفيدرالية في سوريا أو قبول واقع الفيدرالية في سوريا ليس من يعني ليست المشكلة في الإنسان السوري حقيقة أو في المكونات الموجودة اليوم في سوريا، إنما المشكلة حقيقة هي من الدول التي تشرف على الوضع السوري، التي تتدخل أليس في طبقة سياسية سورية؟ أليس في طبقة سياسية طبعا سورية؟ طبعا السياسيون السوريون مرتهنون للبلدان التي يعني يعملون لديها أو التي يشتغلون معها. يعني مثلا النظام لا يستطيع أن يقبل الفيدرالية إذا لم تقبل بها روسيا، هذا أولا. بالنسبة للمعارضة السورية المرتبطة بتركيا، إن قالت تركيا لا أقبل بالفيدرالية والفيدرالية بالنسبة لي خط أحمر، سيخرجون ويظهرون على الإعلام ويقولون نحن لا نقبل بها. كذلك الحال الذين هم يعني في مناطق أخرى تحت إشراف دول أخرى أو تحت رعاية دول أخرى لا يستطيعون أن يعني نحن ما يعيق تطبيق فكرة الفيدرالية اليوم في سوريا ليس الإنسان السوري وحسب، إنما الدول التي تضع يدها على الأرض في سوريا والتي لديها يعني مشاريع، لديها أهداف أيا كانت. فهذا ما يعيق يعني فكرة الحل اليوم في سوريا. لذلك يعني وجدنا بالفترة الأخيرة تراجع في مفهوم الفيدرالية أو تراجع المطالب الشعبية التي كانت يعني في أوجها في عام 2015 بعد اندحار مشروع داعش، يعني الذي كان يعني مشروعا كارثيا. وجدنا هذا التراجع النسبي لأن الدول التي يعني تجلس على طاولة المفاوضات حقيقة في عواصم عدة سواء في أستنا أو في جنيف أو غير ذلك، يعني لا ترى كثيرا أن الفيدرالية تناسب الوضع في سوريا. ربما لديهم يعني مشاريع أخرى، لكن أنا أريد حقيقة أركز أكثر على موضوع الإنسان السوري وكيف أننا نجعل تلك الأماني والآمال تصبح إلى واقع فعلي ملموس. علينا حقيقة قبل كل شيء يعني أن نعترف بأخطائنا أولا، أن نؤسس لفكر جديد يقوم على التصالح مع الذات والتصالح مع الآخرين، وإلا فإن تلك الأماني والآمال ستبقى يعني معلقة في الهواء كما يقال. لذلك كله نستفيد من تجارب الآخرين. وأنا طرحت مثال الحرب الأهلية في أمريكا
كيف أنها كانت كارثية، ولكنها كيف أنها دفعت أمريكا لأن تكون في صدارة بلدان العالم، وكيف أنها وحدت الولايات الأمريكية، أعادت توحيدها ضمن مفهوم الفيدرالية الجديدة بما يناسب نمط الشخصية الأمريكية كمجتمع مهاجر، مجتمع يستقطب حتى اليوم الكثير من المهاجرين في العالم. نحن اليوم في سوريا لدينا ثقافتنا الشرق أوسطية الخاصة بنا، وبالتالي مفهوم أي حل يجب أن يتناسب حقيقة مع يعني فهم المجتمع لبعضه الآخر. كذلك الحال يجب أن تكون هناك مراجعات نظرية ومراجعات عملية لآليات تفكير الإنسان السوري. يعني الإنسان الذي كان يفكر بالعقلية القديمة، العقلية التي تقوم على فرض الأشياء وكأنها قوالب جامدة، هذا الحال لم يعد ومقدسة ونازلة من السماء. نعم. هذا الأمر سيعيدنا إلى الخلف، وسيدفع بنا مرة أخرى إلى أن نكرر تجربة الحرب وأن نعيد عجلة الصراع من جديد فيما بيننا. علينا حقيقة أن نؤسس لحالة جديدة. ذلك التأسيس يبدأ أنا كما قلت من العائلة، من الأم، من دور الأم في تربية وتنشئة أبنائها، وكذلك الحال دور المجتمع. في ألمانيا مثلا على سبيل المثال كان عندهم مخزون هائل من الفكر النازي، من تلك الأيديولوجية القومية يعني التي ترى نفسها ولا ترى الآخرين. الألماني يرى نفسه ولا يرى الآخرين أمامه. الأجيال التي جاءت بعد الحرب أو التي ولدت في ظل الحرب العالمية الثانية، هذه الأجيال لم تترك على هوانها كما يقال، بل انتبه المجتمع الألماني، انتبهت المرأة الألمانية كيف أنها يمكن أن تعلم ابنها أن لا يعيد إنتاج تلك الأفكار التي أنتجها هتلر ومن معه على سبيل المثال، حتى لا تعود تجربة الحرب من جديد. يعني روسيا لم تختفي، وكذلك الحال فرنسا وبريطانيا لم يختفيا، موجود. يعني من يريد أن يصارع هناك حلبة صراع وهناك مصارعون. ولذلك كله ركزوا على فكرة تعليم الأبناء. هذا ما جرى في اليابان. يعني في اليابان لديهم مقرر أساسي لدى كل طالب، والأستاذ حسن يعني هو يعني شخصية تربوية ويعلم كيف يمكن أن ينشئ الأجيال. هذه المناهج التي وضعت في اليابان على سبيل المثال هي نواة النهضة في اليابان اليوم، ليست ولكن هذه يعني المناهج التعليمية والتربوية التي وضعت بما يتناسب مع شخصية الإنسان فيما بعد الحرب، ليس كما قبلها. يعني مثلا نحن عندنا في سوريا وفي الشرق الأوسط خطر كبير يهدد بلدنا، وهو موضوع الأفكار المتطرفة. ليس فقط الأفكار القومية، الأفكار القومية سنرمي بها وراء ظهرنا، اللي هي الأفكار الشوفينية، وكذلك أيضا الأفكار الإقصائية كفكر حزب البعث وغيره. ولكن مهم جدا لدينا أن نخلص من الأفكار المتطرفة المتشددة، الفهم المتشدد للدين، يعني أيا كان هذا الدين. الفكر التكفيري تماما. يعني الأجيال علينا أن نبعدها من هذا الفكر. هذا ما سنسأل أستاذ حسن، وهو معلم ورئيس اتحاد معلمي كردستان سوريا. أستاذ حسن، البناء أو التربية تبدأ من العائلة، وأيضا هنا تذكرت قول الملعون في قبره حافظ الأسد، له جملة كانت جميلة. يعني دائما أقول أحيانا من الشياطين هناك أفعال ملائكية، ومن الملائكة أفعال شيطانية. فالملعون في قبره حافظ الأسد قال: المعلمون بناة حقيقيون للإنسان والوطن. التفكك الذي يعانيه السوري سواء من الأسرة إلى المدرسة إلى نرى هناك الآن في سوريا في كل ربما حي وليست مدينة هناك جماعة تحكم، وهناك فئة تعليمية، فكر تعليمي يدرس. في المناطق الكردية هناك أدلجة كما يقول بعض السياسيين الكرد، هناك أدلجة لفكر سياسي معين. في المناطق الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على التابعة للائتلاف، هناك الفكر التكفيري.
كيف يمكننا أن نتجاوز كل هذه الثقافات، إن كان يمكننا أن نسميها بالثقافات، لنتخلص، لنطهر ذهنية الإنسان السوري من هذه الأفكار حتى نزرع بذرة النواة الجديدة. نعم، أنا أعتذر إنه الكهرباء عندي مقطوعة. عادية، هي عادية كل من يعني عادي. المهم حتى والعود أحسن أنبلوا. نعم. حقيقة يبدأ بناء الإنسان فعلا من الأسرة، من العائلة، والمسؤولية الأكبر على عاتق الأم. لذلك لابد من أنه ننوه إلى دور الأم في تربية ابنها، لأنها هي الأساس في تكوين الشخصية للطفل، تكوين شخصية الطفل. أن تحاول أن تعلمه، يعني تقوم أساليبه، تعلمه، تربيه تربية جيدة، تربية فيها الأخلاق، بعيدة عن الأفكار الغيبية، بعيدة عن العادات القديمة، يعني المترسخة في الذهنية الشرقية. يعني بهذا الشكل طبعا الأم دورها كبير جدا، ولذلك يجب علينا أن ننتبه إلى وضع الأم نفسها، أن نوعيها، أن نبين لها طريقة التربية. بصراحة العادات والتقاليد اللي عندنا عادات متخلفة، يعني المرأة الشرقية أيضا فيها الكثير من ما بدي أقول عيوب، إنما في نقص بتفكيرها. لذلك من الضروري جدا أن تكون الأم مثقفة وواعية، تستطيع أن تقوم بواجبها على أكمل وجه. إذن بناء الطفل بناء صحيح، لأنه هي بناء الإنسان يمر بعدة مراحل أستاذ، طبقا للمرحلة العمرية. يعني مثلا بناء الطفل غير بناء الصبي أو الشاب، غير بناء الرجل، حتى يلزمه بناء تقويمي، يعني خلقي، اجتماعي، ثقافي إلى آخره. فيجب أن نتخلص من الرواسب الاجتماعية بالتأكيد. بمناهجنا فعلا هناك خلل كبير جدا، فيها من الأفكار الإيديولوجية، فيها من الأفكار الغيبية، فيها من الأفكار المتطرفة. هذه الأمور طبعا يجب إعادة النظر فيها، وبالتالي إعادة تأهيلها، كتابة مناهج متطورة بحيث تستطيع أن تنقذنا من هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه. حقيقة نحن في هذه السنوات كما ذكر الأستاذ ثائر، يعني جيل كامل انتهى تثقيفيا وتوعويا، وسيطر عليه الأفكار المتطرفة والعنصرية وما إلى هنالك من الرواسب الاجتماعية. لذلك مثلا رفاق الصبا، الرفيق السيء يؤثر. فهذه الأمور أيضا يجب الانتباه إليها. مسألة يعني حكايا الجدات فيها كثير من الشعوذة، فيها كثير من السحر، فيها كثير من الأمور اللي الغير واقعية. يجب أن نبعد الطفل عن هذه المشاعر. عندما ينمو الطفل ويجتاز مرحلة الطفولة، يجب أن نتوقف عند مرحلة الشباب. يعني فهون لازم يكون الإنسان حر، يفهموا شو معنى الحرية، كيف يمارس الحرية على حقيقتها، على أصولها. طبعا الحرية أيضا حدود، يعني بحيث ما نصل به إلى نتجاوز حدود الحرية بحيث نقع في مطب التطرف أو
الانحراف الفكري او بهالشكل الشذوذ يعني. فيجب الانتباه الى هذه الامور بشكل جيد، وبالتالي بدراسه معمقه وواعيه الى جانب طبعا المدرسه، الى جانب المؤسسات التعليميه، منظمات المجتمع المدني، الجميع يتكافلوا ويتضامنوا مع بعضهم البعض لبناء هذا الانسان، بحيث نحرر هذا الانسان من هالقيود اللي وهالكبت اللي عم يعيشه، بحيث يستطيع ان يعبر عن رايه بكل حريه، يخرج من ما في داخله من يعني افكار او من معيقات، بحيث تسد عليه الطريق في ان يتقدم او يتطور فكريا وثقافيا. ان نؤسس لعلاقات اجتماعيه جيده. هذه الامور كلها تساهم في بناء الانسان. انا يحضرني قصه او روايه واقعيه يمكن لباولو كويلو البرازيلي. قال عندما كان الاب يقرا في جريده كان ابنه الصغير يضايقه، يعني ما يخليه يقرا بشكل جيد، فقطع قسم من الجريده ومزقها وكب، قال له يا ابني حاول تعيد هالقطع هي مثل ما كانت يعني. وتوقع طبعا هو يظن انه الولد بده يضل نهايه اليوم لحتى يقدر يرتب الامور مره ثانيه او حتى ما يقدر. فاجأ بعد 15 دقيقه الولد جاب له الصوره كامله ومكمله والى اخره. تفاجأ، قال له انت شلون عملت يعني رتبتها بهالسرعه قال انا وجدت في خلفيه الخريطه، خريطه العالم كانت خلفيتها في صوره انسان. أستاذ حسن، نعم أستاذ حسن، في سؤال هلق من الأخ محمد قاسم حسين يقول: ليت الحديث جرى عن آليات عملية ممكنة لتحقيق الأفكار المطروحة وتصورات بشأنها. آلية أفكار جديدة، كلنا نملك أفكار. هلا تحدثت عن الحرية. الحرية لها يعني زي سيف ذو حدين، يعني إذا طبق بتعريفها ومفهومها الخاطئ هناك تتحول إلى ديكتاتورية. بالتأكيد. خليني أكمل الفكرة اللي أنا بديت فيها. بالله إنه الولد قال أنا بنيت الإنسان لخلف الورقة، فالعالم، خريطة العالم كمان بنيت لحالها يعني. فبناء الإنسان يعني بناء العالم، بناء مجتمع. فهل البناء هذا مثل ما يتفضل الأستاذ قاسم، أوجه له التحية، محمد قاسم أستاذنا العزيز، الآليات موجودة، لكن إذا كانت هناك ظروف موضوعية توفر المناخات الملائمة لتطبيق هذه الآلية. مثلا لو جبنا الأستاذ سليمان جاب على موضوع الإدارة الذاتية، وأنا ناقشتهم كثير، ناقشت المسؤولين تبعهم حول الآليات المتبعة والخلل الموجود فيه. يعني نعم، احدى المرات انت ووزير التربيه تبعهم كنتوا في برنامجنا يعني. نعم. يعني مساله المناهج، قلنا لهم يا اخي في مناهج معترفه دوليا تشرف عليها منظمه اليونسكو ومنظمه اليونيسيف، هي برامج متقدمه جدا تكنولوجيا وثقافيا وتربويا، يعني مدروسه بشكل جيد. ممكن انتم تقدروا تفاوضوا هالمنظمات الدوليه وتجيبوا هالمناهج افضل من المناهج الموجوده عندنا. اولا علميا ممكن تكون متاخره، ثقافيا ممكن ان لا تلبي الغرض المطلوب، مساله الادلجه فيها، يعني نحن بدنا نتخلص من هالمسائل بصراحه. بعد 10 سنوات من المخاض اللي نحن عم نعيشه نرجع كمان مره ثانيه نبدل الشين بعين، او هذا دكتاتور بدكتاتور اخر، او هل يعني لا، خلونا نشوف شغله جديده. يعني خلونا نواكب التطور العلمي والثقافي اللي يتم في العالم.
خلونا نتخلص من هالرواسب يعني هذه. بعيدا عن تأثير رجال الدين الجاهل، كما أستاذ خالد بهلوي يطالب، يقول تأثير رجل الدين الجاهل التقاليد العشائرية كلها تؤثر على شخصية وتكوين الإنسان السوري. هاي أحدى الآليات أستاذ محمد قاسم. الآلية الثانية مثلا توفير المناخات الملائمة. مثلا العملية التربوية يعني تعتمد على عدة مقومات. أولا المدرس، يعني الكادر التعليمي الجيد إلى آخره. 2 المنهج اللي عم يدرسوا. 3 الوسائل التعليمية والمبنى من الشروط الصحية المتوفرة في المباني. يعني هل القضايا هي التوأمة أو العلاقة مع المؤسسات التربوية العالمية، مع المنظمات الدولية تهتم بالعلوم والتربية. هذه مقومات، لو هذه آليات لو نحن اتبعناها ممكن نخطي خطوات باتجاه يعني باتجاه مسائل أفضل، أو نحقق مكاسب لهذا الجيل. هذه من ناحية. من ناحية ثانية مسألة إنه المجتمع كيف ممكن نحرره من هالرواسب الاجتماعية الموجودة، لأنه الإنسان مثل ما قال أستاذ سائر هو نواة المجتمع هذا. طيب لو نحن ما قدرنا نهيئ أو نؤهل هذا الإنسان لكي يعمل دائرة مغلقة اجتماعية قائمة على المبادئ والأخلاق وحرية الرأي وحرية التفكير، هذه الأمور لا نستطيع أن نبني مجتمعا متطورا كما نطمح إليه يعني. تمام. فهذه الأمور كلها آليات يجب أن المسألة الثالثة، الآلية الثالثة، يعني كيف ستكون علاقة الفرد بالسلطة القائمة. السلطة يجب أن تكون ديمقراطية بصراحة. يعني من المستبعد أو من المستحيل أن يعود المجتمع السوري إلى ما قبل العام 2011. يجب أن بعد كل هالتضحيات، بعد كل يعني التهجير والتجهيل والفقر والبطالة والجوع والنزوح، يعني من نرجع للمربع الأول ونخلي والله واحد دكتاتور أو نبدل فلان بفلان، مشكلة كمان. لازم يكون مجتمعنا قائم على أسس ديمقراطية، نفهم الآخر والآخر يفهمنا، نضمن حقوقنا ونضمن حقوق الآخرين. تفضل الأستاذ سائر بمسألة الفيدرالية. فعلا الفيدرالية أرقى أنواع الأنظمة يعني. موجودة في سويسرا فيدرالية، أمريكا فيدرالية، ألمانيا فيدرالية، روسيا فيدرالية. ما في هالمسائل اللي نحن عم نحسب لها ألف حساب إنه والله هي مسألة انفصالية أو مسألة اقتطاع جزء من الأرض أو إلى آخره. لا، أنا كشعب موجود ولكن باختصار على أرض تاريخية منذ آلاف السنوات، حقي أنا أتمتع بحقوقي، أمارس حريتي. تفضل. يعني باختصار شديد قبل أن نعود إلى الأستاذ سائر، هناك من سأل أنه العقلية العربية لا يقبل الآخر يعني. فطبعا تعقيبك الصغير ولنعود إلى الأستاذ سائر يعني. هل التعميم ممكن يكون غلط؟ طبعا الرسول عم بيسأل يعني بنية العقل العربي لا تستوعب الآخر المختلف، فالاختلاف القومي والديني قد يسبب خلافات كثيرة وصراع طاحن. هذا ما يسأله أستاذ صبري رسول. نعم، الإرث ثقيل جدا. يعني نحن نعرف أنه مشان ناقة 40 سنة صار حروب بين تغلب وبكر. يعني هي مشكلة. هي هالإرث اللي نحن نحمله بصراحة ليس من السهل أن نتخلص منه بسهولة، لكن أنه نعمم أنه والله كل العرب بهالشكل، أنا بتقديري مو كثير دقيق. لكن الغالبية العظمى، مو بس العربي، الإنسان الشرقي بشكل عام. ليش؟ لأن نحن محاطين بأوقيانوس من التخلف ومن الجهل ومن العادات القديمة يعني تحيط بنا. فالمسألة مش مرتبطة بقومية محددة،
حتى في الكرد ايضا في متخلفين وفي جاهلين نعم وفي نعم نعم ما يقبلون الاخر. لذلك نعم نحن بدنا نأسس لشغله جديده. اذا نحن جادين فعلا ونحن نفهم بعضنا وكل واحد يعترف بهوية الآخر، نقدر نحن نحقق مكتسبات لمجتمعنا تماما. هذا ما سنعود إليه. نعم تفضل. هذا ما سنعود إليه، عفوا سنعود إليك أستاذ حسن. أستاذ سائر يعني أستاذ حسن ركز قال نحتاج إلى شغلة جديدة، يعني فكر جديد. وهنا يحضرني تعريف الفرق بين البشر والإنسان. هل يعني وأنت طرحت أنه الإنسان، العائلة تبدأ بناء الإنسان من العائلة، بناء الإنسان، لم نقل البشر. يعني الفرق الذي يقول البشر النوع المتطور، يعني النظرية التي تقول أن البشر هو النوع المتطور من الكائنات الحية الذي يملك العقل، والإنسان هو النوع الراقي من البشر الذي يفعل العقل بالقيم والمبادئ الأخلاقية. فنحن نحتاج إلى إنسان سوري جديد، إلى إنسان يؤمن بحقوق الآخرين. ولكن كلها نحن أمام مفاهيم ومصطلحات. الديمقراطية طرحها أستاذ حسن، وأنت طرحت الحرية، ولكن كل مفهوم يحتاج إلى تعريفات ومفهوم آخر. يعني ما تعليقك؟ صحيح، يعني لابد من أن نقوم بداية بوضع تعريفات، وهذه هي مسؤولية أي باحث سياسي أو مفكر اجتماعي، أن يضع تلك التعريفات وأن يأخذ بها في عين الاعتبار، لأنه لا توجد انطلاقة لأي مجتمع دون التأسيس لتلك التعريفات والنهوض بها أمام أفراد المجتمع كافة. لذلك لا مهرب لنا في البداية من تلك التعريفات، لأنها هي خريطة الطريق حقيقة لأي مجتمع قويم وسليم. أن نفهم ماذا نريد من الحرية، أن نفهم ماذا نريد من الديمقراطية، ما هي صيغة الحكم التي تناسبنا كسوريين بعد تجربة الحرب، وانطلاقا من استفادتنا من دروس ومن التجارب ومن الماضي الذي كان سائدا في مرحلة ما قبل الحرب. كذلك الحال ما هي طبيعة العلاقات السياسية وكذلك الأمر الثقافية والاقتصادية التي تربطنا بدول الجوار. هل نحافظ على الوضعية السابقة التي كنا عليها، أم أننا يجب أن نتماشى مع متطلبات الوضع الجديد والمستجد؟ هذه جميعها حقيقة قضايا أساسية وكذلك الحال مرحلية، وهي بذات الوقت قضايا جوهرية لا يمكن التغافل عنها. مرحلية لأنها تبني لبناء جديد، يمكن أن يكون هذا البناء بداية انطلاقة لمجتمع خرج من وحول الحرب كسوريا. كذلك الأمر هي قضايا جوهرية لأنها لا يمكن لأي مجتمع أن يتعافى دون أن يضع تعريفات شاملة وواعية. الأهم أن تكون التعريفات واعية ومدركة لحقيقة أفراد ووجود أفراد المجتمع. كذلك الأمر هي تعريف، يعني هي قضايا ذات مدى بعيد، لأنها في نهاية المطاف يمكن أن تستمر للأجيال المتعاقبة، يعني التي ستأتي من بعدنا نحن. يعني ننظر إلى الدول الأخرى، مثلا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية. أنا اليوم استشهد كثيرا بالولايات المتحدة، حتى لا يحسب البعض أني منحاز للولايات المتحدة، لكن أنا أشيد بالتجربة الأمريكية ربما أكثر حتى من تجربة أثبتت الانتخابات الأخيرة، يعني أنه استطاعت الصمود، يعني تجربة قادرة على تجديد ذاتها. يعني تجربة أتت برجل أسود، يعني مع احترامي لكل السود والسمر، يعني تمام. هو باراك أوباما. من كان يتوقع أن باراك أوباما يعني أمريكا اليوم طبعنا أمام مفاجآت عظيمة. يعني صحيح أنه لا توجد امرأة تحكم الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن في البيت الأبيض، لكنها قادمة على الطريق لا محالة. ربما نكون يوم من الأيام أمام رئيس يعني أمريكي ينتمي إلى إثنية عرقية، وربما نكون أمام رئيس مهاجر، يعني من المهاجرين الجدد الذين
يعني يتوافدون أوباما على كان أمريكا. مهاجرا، يعني أوباما كان مهاجرا. مهاجر قديم، لكن هو مهاجر حقيقة، ليس تمام. مهاجرا جديدا. أنا أعني مهاجر جديد أن يأتي طفل في العاشرة ثم يصبح بعد ذلك في الأربعين تماما. أو في الخمسين رئيسا. هذا هو التحدي الكبير للديمقراطية ولتجربة المجتمع الأمريكي الفتي. يعني تشعر أن المجتمع لا يهرم. وهنا الشيء ولكن المهم. الديمقراطية، هنا في سؤال يخطر ببالي، الديمقراطية الأمريكية تخدم الشعب الأمريكي، نعم، وفي نعم، سبيل خدمة صحيح. شعبها تدوس على حقوق الآخرين يعني. تماما. أنت اليوم تؤسس لدولة صديقي سليمان. هذه الدولة حقيقة يجب أن تراعي مصالح شعبها. الدولة التي لا تحترم حقوق ومصالح شعبها هذه ليست دولة. هذه عبارة عن يعني دكان، أو هذه عبارة عن عصابة مزرعة. لنقل، أو عبارة عن مافيا. أما الدولة التي تراعي حقوق مصالح شعبها وتسعى إلى أن تطور من تلك المصالح، يعني وأن تسعى لرفاهية المجتمع حتى لو على حساب الآخرين، هذه إذا نحتاج يعني. إلى إعادة تعريف الهوية الوطنية من جديد، إلى بناء هوية، إلى هوية وطنية جديدة سورية. نعم، أنا يعني فقط نقطة أريد أن أحسمها، أن الديمقراطية في أمريكا على لها عيوب كثيرة بالمناسبة. الديمقراطية الأمريكية ليست ديمقراطية ناجزة، ليست ديمقراطية مثالية. فضلة أو مثلى، يعني ليست هي تنتمي إلى ديمقراطية العهد الإغريقي، يعني كما كانت في إسبارتا قديما أو أثينا. إنما هي ديمقراطية تتماشى مع متطلبات العصر، مع مصالح الشعب الأمريكي إلى ما نحن اليوم سكان سوريا والشرق الأوسط، هذه المنطقة التي يعني لم تهدأ من الحروب والصراعات حتى اليوم. لا يوجد تصالح مع الذات، لا يوجد فهم عميق للحالة الاجتماعية التي نعيشها اليوم. نحن نحتاج إلى أن نؤسس ديمقراطيتنا التي يعني تتناسب مع فهمنا للديمقراطية، مع حالة الوعي الموجودة لدينا. ولكن علينا بالمقابل أن ندفع بقوة إلى تغيير أساليب التفكير السائدة لدينا، لأن تغيير تلك الأساليب التي هي راسخة في عقولنا يؤدي إلى زيادة الوعي بمفهوم الديمقراطية، ويؤدي إلى تطوير فهمنا للديمقراطية. يعني مثلا على سبيل المثال أريد أن أطرح مثال بسيط. الثورة الفرنسية عندما طرحت مفهوم الحرية وحررت المجتمع الفرنسي من حكم الملك كحكم استبدادي إقطاعي كنسي يتحالف مع الكنيسة، لم تكن الحرية في فرنسا في ذلك الوقت قبل 200 سنة كالحرية اليوم، التي ترتبط بوضع اجتماعي جديد بفهم ووعي فرنسي يختلف تماما عن الفهم والوعي الذي كان في ذلك العهد. لذلك الحرية والديمقراطية مفهومان يمكن أن يتطورا بشكل يتوازى ويتناسب مع تنامي الوعي الإنساني من مرحلة لأخرى. لكن الأساس في ذلك كله وقف أي حركة يمكن أن تشد المجتمع، أو أي تيار فكري أو ثقافي يمكن أن يشد المجتمع إلى الوراء. وأنا أعني هنا الأفكار القديمة، الأفكار البالية، الأيديولوجيات المتخشبة. هذه كلها رواسب، يعني أشبه ما تكون الحصوات الناعمة التي تقف في مسار وفي طريق الديمقراطية وفي مسار تطور المجتمعات. دائما يجب أن تكون هناك عملية فلترة شاملة للأفكار، للنظريات، للمجتمع ككل. أنت تتحدث عن الأفكار، وهناك زميلة نجاح هوفك تسأل، وهي محامية طبعا، هل قام المفكرون والمثقفون السوريون بدورهم المطلوب في توفير بيئة إيجابية لتغيير الأفكار المتطرفة التي تؤثر في الإنسان السوري بهذه المرحلة؟ أنا سأجيبها للسيدة نجاح. حقيقة المثقفون السوريون لم يقوموا بدورهم حتى الآن. هناك محاولات، وهي محاولات خجولة. السبب في ذلك أننا لم يعطى للمثقفين السوريين الجو والمناخ الملائم والمناسب للبدء بهذه المهمة الوطنية الشاملة والكبرى، يعني مساعدة المجتمع والإنسان السوري على النهوض والارتقاء. ولعل السبب في ذلك يعود إلى طبيعة هذا النظام الذي حرم المجتمع عامة والمثقفين خاصة من ممارسة أي دور توعوي أو تنويري أو ثقافي
المثقفون السوريون الذين هم يعني لا يرتبطون بهذه السلطة، الذين هم خارج مظلة هذه السلطة، هم منفيون يعني في الخارج في بلدان الاغتراب، صوتهم غير مسموع لأنه لم يكن يتح لهم الحضور ولا ولكن المشاركة ولا هم نفسهم لا يتحملون أسباب إخصائهم أيضا. يعني هم حقيقة يعني اليوم بدأوا يحاولون أن يعيدوا حضورهم على الساحة السورية، ولكن في ظل هذا الوضع الراهن نتيجة للتشرذمات والتمزق. أنت ترى المثقف الدكتور الجامعي للأسف وقت الدكتور جامعي مثلا مثل شخصية برهان غليون يوقع مع 700 شخصية ضد الحوار الكردي هل يعني مفروض يعني الحوار الكردي فهل هذه كيف نريد أن نطبق هذا المثال؟ هنا الكارثة يا صديقي، هنا الكارثة الكبرى عندما يتحول المثقف والأستاذ الجامعي والمفكر الإنساني الذي يفكر في قضايا إنسانية صلبة، عندما يتحول إلى سياسي فإنه يعني كما يقال يدعس ويدوس على كل الماضي الثقافي، على كل مشاريع النهوض الثقافي التي يمكن أن ينهض بها. هذه هي المشكلة، أن الثقافي عندنا دائما يضع نفسه في خانة السياسيين. يريد الثقافي، نحن عندنا حالة تعطش حقيقة، حالة تصحر كبيرة. المثقف في الشرق الأوسط، المثقف السوري سأقول، عندما تتاح له فرصة بسيطة للولوج إلى الخيمة السياسية يتخلى عن كل إرثه الثقافي، عن دوره الثقافي، ويهرع ويلهث حتى يكون مع السياسيين تحت الأضواء ووسائل الإعلام، وأن التاريخ سيكتب وسيسجل وإلى ما هنالك. أنت دورك مع المجتمع، مع الأفراد. أنت دورك كمثقف لا يقل عن دور الأستاذ مع تلامذته في المدرسة، لكن الأستاذ ضمن نطاق هذه المدرسة وذلك الصف، أنت ضمن نطاق وحدة المجتمع، ضمن نطاق المظلة الاجتماعية الشاملة. هذا هو دورك كمثقف، لا تتخلى عن دورك مقابل أوهام وسراب سياسي زائف يعني لا يستمر. لذلك كله نحن اليوم لم يكن عندنا سياسيون ولا حتى مثقفون، لسبب أن المثقف جعل من نفسه مرجعا سياسيا. ويعني لذلك لاحظنا التخبط عزيزي سليمان، التخبط الذي وقعت فيه المعارضة السورية، الذين معظم أقطابها ومعظم قياداتها التي برزت وظهرت وتصدرت المشهد خلال السنوات العشر الماضية هم كانوا يعني يصنفون أنفسهم كمثقفين سوريين منفيين في الخارج. فجأة أصبحوا بين ليلة وضحاها أصبحوا سياسيين. يعني أنت طرحت مثال برهان غليون، وأبواق لقوى مرتزقة ولدول محتلة تماما. يعني فإذا أين المثقفون اليوم في سوريا؟ حقيقة يعني يوجد مثقفون، حتى لا أظلم الجميع، ولكن هؤلاء للأسف لا أحد يشد على أيديهم، لا من طرف الذين هم اليوم في المعارضة ولا حتى من طرف الذين هم أصبحوا ليسوا مع النظام مطلقا، إنما هم في نطاق الحالة الراهنة في سوريا، في المنطقة الرمادية. يعني تماما أنا أتفائل حقيقة بالمستقبل. في الوضع الراهن، في الوضع الحالي، نحن أمام يعني أحجار مبعثرة، لا نعلم كيف سيكون الحال خلال السنوات القادمة، ولكن في المرحلة التي تعقب نهاية الحرب ربما نكون أمام واقع أفضل، حتى يبدأ المثقفون في بناء الإنسان السوري وبناء المجتمع وبناء الوطن الذي هو يعني المرجع لكل الذين يعيشون فيه، وحتى أيضا لا نكرر تجارب الحروب التي عشناها في السنوات الماضية، سواء كانت حروب ثقافية يعني أو حروب لا أقول ثقافية إنما هي حروب طبقية بالأحرى، أو حروب يعني عرقية، حروب الوكالة،
حروب بالوكالة تماما، هذه يجب كلها أن لا نقع فيها مرة أخرى. ما ينقصنا اليوم وما يعني نختلف فيه عن بعض الدول التي نهضت بعد الحرب مباشرة، ألمانيا واليابان، أن المثقفين لديها كانوا موجودين، لعبوا دورهم مباشرة بعد نهاية الحرب. اليوم نحن في سوريا المثقفون لدينا رغم وجودهم وعلى قلتهم ليس مضمونا بعد إن كانوا سيلعبوا هذا الدور بعد نهاية الحرب أم لا. قد يتأخر دورهم قليلا بسبب تلك العقبات، بسبب تلك الصعوبات التي تواجههم، ولكن دورهم سيأتي لا محالة وإن تأخر. وهنا يعني نستطيع أن نفهم إن كانت النهضة، يعني بين قوسين النهضة السورية ستكون نهضة آنية مباشرة بعد الحرب أم أنها ستكون تدرجية ستأخذ مدى طويلا حتى نستطيع أن نفهم بعضنا بشكل أفضل، أن نعطي يعني لكل ذي حق حقه ولكل صاحب اختصاص في مجاله يعمل. أنا أرى أننا سنأخذ في المنحنى الثاني، أي الصعود التدريجي، لأننا حقيقة كمجتمع كما تفضل الصديق الأستاذ حسن، أننا يعني مجتمع حقيقة، أنا لا يلومني البعض، يعني أرجو أن لا يكون كلامي قاسي، مجتمع نحن بدائي حقيقة. يعني نحن في سوريا مجتمع مقارنة بالشعوب الأخرى يعني لم ننتج فكرا خاصا، فكرا حتى قوميا، نحن كل ما لدينا من أيديولوجيات مستوردة. نحن مجتمعات مستهلكة بالمناسبة. نفس الوقت يعني لم نطور فهمنا للوطن، لم نطور فهمنا لمفهوم الهوية، أفكار قديمة بالية سواء كانت منها حتى البعث، حتى حزب البعث حينما استورد الشعار من وزير الإعلام النازي أكذب 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 حتى تصدق نفسك ويصدقك تماما. يعني تماما يعني أنت اليوم صديقي أستاذي العزيز، أنت تناقشنا قبل الحلقة وقلت لي من الضروري أن نركز على الجانب الأدبي والثقافي في موضوع الحلقة بناء الإنسان. سأستشهد هنا بمثال بسيط يعني حتى نذكر بعضنا بما تحدثنا به عبر الهاتف. مثلا ألمانيا قبل الحرب وبعد الحرب العالمية الثانية، عندما بدأ المسرح في ألمانيا وبدأت السينما، هذا دور ثقافي يعني نهض به الممثلون وكذلك أيضا الفنانون. كيف أن المسرح قدم للشعب الألماني والسينما قدمت لهم رؤية جديدة، كذلك الحال قدموا لهم صورة شاملة وواعية عن أوجاع الحرب، وعن هذه كلها أسست لبناء إنسان جديد. كذلك الحال للروائيين وللنقاد الأدبيين يعني الذين نقدوا التجارب الأدبية للمرحلة التي كانت سابقة للحرب. اليوم مثلا نحن في سوريا أين هم النقاد أو الروائيون السوريون الذين يمكن أن يعني يهدموا يعني مفهوم الهدم الشامل لتراث المرحلة الماضية، للتراث ذلك التراث الذي أسس له نظام الأسد. أنا أعني التراث الثقافي، هذا إن كان اسمه يعني إن جاز القول أنه تراث ثقافي. يجب أن يعني نحن اليوم في سوريا لدينا أشبه بتشبيه بسيط، لدينا بيت قديم متآكل متداعي. هذا البيت لا نستطيع نحن كسكان يعني قدماء وجدد لهذا البيت أن نسكن فيه مرة أخرى دون إعادة تنظيف وتعقيم شامل لهذا البيت. إن سكننا به قبل أن نقوم دون إعادة إعماره حتى تماما يعني هذا هو الذي نحن اليوم نحتاجه. لدينا ترسبات، لدينا تراث، لدينا أشياء كثيرة يجب أن نعيد النظر فيها، وإعادة النظر هذه تحتاج حقيقة إلى جهود متضافرة. يعني ليس سهلا اليوم مشروع إعادة إعمار سوريا. يظن البعض يعني وهنا للأسف تقزيم الفكر يعني لدى بعض حتى السياسيين في سوريا، يقولون أن إعادة الإعمار ستعني بناء سوريا جديدة وناطحات سحاب وأبراج وجسور وشبكات أنفاق مترو وإلى ما هناك. هذا قد يكون فعلا بسوريا القادمة أو سوريا الجديدة، ولكن ماذا يعني ذلك إن لم يكن هناك بناء للإنسان السوري؟ ماذا يهمني أن يكون عندي أبراج
وعندي مطارات جديده وعندي حتى يعني جامعات. ما يهمني، ماذا يهمني ان اصبح في سوريا 20 جامعه في غضون 10 سنوات؟ لا يهمني، يهمني ان يكون الانسان في سوريا اعيد بناءه حتى يكون. وهذا سيكون سؤالي ما قبل الأخير للأستاذ حسن. أستاذ حسن، ما نفع أن نبني أو نعمر سوريا بأبراج ناطحات سحاب وإذا كان إنسانها مهدم داخليا، إنسانها مبني مثقف على ثقافة الدينية، الثقافة الإخصائية الإلغائية للآخر. أستاذ حسن، أتمنى أن يعود. أستاذ سائر، سؤالي الأخير لك هو دائما لكل الضيوف نسألهم: إذا كنت تتمنى أن أسألك سؤالا ولم أسأله، أو آخر كلمة توجهها لشعبنا السوري. يعني أنا حقيقة أتمنى أن ربما الأستاذ حسن عاد، ولكن أتكلم حتى أعطيه المجال. خليها أستاذ سائر، خليها لسؤالي ما قبل الأخير، هي لأنه السؤال الأخير كان. فأستاذ حسن عاد. أستاذ حسن، سمعت سؤالي؟ والله انقطع عندي السماعة، فرق شحنة، بس حاول إذا ممكن تعيد السؤال. أستاذ سائر يقول: ما نفع إعادة إعمار سوريا بناطحات سحاب، بأبراج، بحدائق جميلة، إذا كان إنسانها مهدم داخليا، إنسانها مشرئب من الفكر الديني البدائي، من الفكر الجاهلي، من الفكر الإلغائي للآخر. يعني نعم. هناك يعني هناك نضال و يعني خطوات فعلا ثقيلة على الإنسان السوري أن يحول أخيه البشري إلى إنسان، إن صح التعبير. لا، بالتأكيد يجب تأهيل الإنسان قبل أي شيء، وهنا يبرز دور المثقف والنخب. يجب أن تقود الجماهير، أن تشحن الجماهير، أن تشكل رأي عام ضاغط على الأنظمة، بحيث تستطيع هذه الأنظمة على الأقل توفر الحاجات الموضوعية لهذا الشعب. يعني نحن بسوريا حاليا نعاني من ارتدادات الأحداث، يعني التضخم، الغلاء، الفقر، يعني الجهل إلى آخره. طبعا الأولوية لبناء الإنسان وتوعية الإنسان، يعني شو الواجب اللي يقع على عاتقه وشو هي حقوقه. إذا قدرنا أن نوفق بين هذه المعادلة فنستطيع أن نتقدم أشواطا إلى الأمام. الإعمار يأتي بعد هذه المسألة. فعلا ماذا سيفيد لنا ناطحات السحاب؟ ماذا ستفيد إذا كنا نحن نعاني من المشاكل الكثيرة التي تعيق مسار حياتنا، التي يعني تعمل لدينا النكوص، تسببنا بالنكوص بصراحة. لذلك أنا أقول فعلا الثورة الثقافية ضرورية جدا، إلى جانب الإصلاحات اللي الأنظمة، إذا بدها تيجي أنظمة ديمقراطية حسب ما نطمح، إنه اللجنة الدستورية، كتاب الدستور الجديد، إنه تحط أسس ومقومات صحيحة لبناء سوريا الجديدة، بناء سوريا اتحادية ديمقراطية، يعني يكون الحكم فيها برلماني، يعني يتمتع المواطن بحقوقه كاملة، ليس على حساب الآخر. هذه الأمور يعني لها أولوية أكثر من إنه التعمير. طبعا ضروري التعمير وفتح وإنشاء المصانع بناء مؤسسات، وهالمسائل هي أيضا ضرورية جدا. لكن أنا مثل ما قال الأستاذ ثائر، أنا أعطي أيضا الأولوية لتنمية الوعي
لمسألة تأهيله إلى الحالة الإنسانية. نعم نعم نعم. ما بعرف إذا صوتي عم يصل ولا لا، لأنه واضح تفضل واضح تفضل. إيه فنحن أمام تحديات كتير كتير كبيرة بصراحة، لكن مثل ما قلت في البداية ما في شيء مستحيل أمام إرادة الإنسان. إذا تمتع بإرادة صلبة وقوية وعنده حماس وتوفرت لديه الظروف الموضوعية والذاتية يستطيع أن يفعل الكثير بصراحة. يعني نحن كنا بالخليج، يعني مشان ما نبخس حق الإنسان السوري إبداعه بصراحة. هلا في المهجر الكثير من السوريين يعني ينجزون يبدعون في بعض الامور، يعني في المسائل التقنيه والمسائل الثقافيه على صعيد اختراع اجهزه. يعني بالخليج الانسان السوري او الدكتور السوري كان هو الافضليه له، المدرس السوري كان هو يعني دوما في المقدمه، المهندس السوري نفس العمليه. عندنا امكانيات، فهالامكانيات لو قدرنا نسخرها في جانبها الانساني حنحقق المعجزات فعلا. اما اذا مثل ما قال الاستاذ ثائر، اذا تحول المثقف الى سياسي وانحاز لافكاره لتنظيمه لحزبه، فهنا الكارثه بصراحه. لذلك ندعو السياسيين أن يكونوا أكثر ديمقراطية، أن يعطوا الحرية لأعضائهم حتى يقدروا فعلا يعني يعبروا عن رأيهم بدون ما يقمعوهم. يعني لإمتى بدها هالأساليب هي بدها تضل معانا؟ لازم نقلب الطاولة بهالعملية على الكل بصراحة. الذي يقف أمام التطور أمام بناء الإنسان يجب أن يحارب بكل المجالات بصراحة. تمام، أشكرك أستاذ حسن. سنعود إليك بالسؤال الأخير. أستاذ ثائر، السؤال الأخير كنت تتمنى أن أسألك ولم أسألك، أو كلمة أخيرة لك توجهها إلى شعبنا السوري بدقيقتين بس، بدقيقتين يعني حتى تماما لا نظل في واقع الأمنيات. أشكرك جزيلا لك وللأستاذ حسن، وأيضا لمن استمع إلينا حتى الآن في هذه الحلقة النقاشية. ليست هي أمنيات، إنما هي رغبة حقيقة وطموحات أن نبدأ في إعادة بناء أنفسنا من جديد، في فهمنا للآخر، في التصالح مع الذات، وكذلك أيضا في فتح صفحة جديدة لنا كسكان لهذا البلد الذي نعيش فيه يعني منذ أكثر من قرن من الزمان، رغم كل الصعوبات وكل المراحل الصعبة التي مررنا بها. علينا أخيرا أن نستفيد من تجربة هذه الحرب القاسية، أن نخرج منها يعني رغم الخسائر الكبيرة، الخسائر المعنوية أنا أعني، وكذلك أيضا المادية في الأرواح، وكذلك أيضا في البنية التحتية، أن نخرج منها بوضع أفضل مما كنا عليه سابقا. يعني كنت أتمنى أننا لم نذهب باتجاه هذه الحرب، ولكن المؤشرات كلها كانت تصب في اتجاه ذلك الصراع بسبب التفتت الاجتماعي الذي كان قائما، عدم بنية الإنسان السوري البنية الصحيحة اللازمة لردع وللجم أي حالة انزلاق تجاه الحرب أو تجاه التشرذم الاجتماعي. يجب أن نعيد إصلاح كل ما تضرر في شخصية الإنسان السوري، في بنية المجتمع السوري، وصولا إلى وضع عقد اجتماعي جديد وصياغة هوية وطنية سورية جديدة. هذه لا يستطيع الخارج ولا القوى الخارجية تستطيع أن تمليها على السوريين. هم يستطيعون أن يقترحوا الحل، ربما حتى يفرضوا الحل السياسي يعني، ولكن الحالة الاجتماعية والمزاج الوطني هذا يجب أن يكون من إنتاجنا نحن، أي أبناء يعني هذا المجتمع ككل، بجميع تياراتنا ويعني انتماءاتنا الثقافية والوطنية والعرقية كذلك، يعني حتى نكون في يوم من الأيام يعني متعايشين في جو من الود والحب والوئام، يعني لا نكون
نعيد أنفسنا من جديد إلى ذلك الماضي الأسود الذي نتمنى أن لا نراه ثانية. وشكرا لكم وتحياتي للجميع. عفوا وشكرا لك. آخر كلمة لك أستاذ حسن قاسم، أو سؤال كنت تتمنى أن أسأله لك ولم أسألك. شكرا. والله أنا أحب أن أعرج على الوضع الكردي. بصراحة كنت أتمنى يكون في سؤال حول الحوار الجاري بين أطراف الحركة السياسية الكردية، إنه هذا الحوار يجب أن نفهم أنه هو جزء من مشروع دولي لسوريا المستقبل. يجب أن يصل هالمتحاورون إلى اتفاق بسرعة، لأنه في خطوات تالية لبناء سوريا الجديدة. إن لم يتوحدوا أو يصلوا لاتفاق فسيفوتهم القطار، وبالتالي نرجع إلى المربع الأول وكأنك يا زيد ما غزيت. هاي ناحية. الناحية الثانية أنا أشكر القناة طبعا والقائمين على الكادر القائم على إدارته، وبصراحة نحن استفدنا كتير من هالحلقة. هي يعني دوما يجب أن نكون متسامحين مع بعضنا البعض، يجب أن نقر بحقوق بعضنا البعض، يجب أن نعترف بهوية بعضنا البعض، يجب أن نلغي الحواجز التي تضع العراقيل أمام تطور مجتمعنا. هكذا سنحقق على الأقل بعض الأهداف التي نطمح إليها. شكرا لكم، وإن شاء الله إلى لقاءات أخرى أكثر استمتاع وأكثر فائدة. شكرا أستاذ ثائر، أنا كتير يعني استمتعت باللقاء معه، وأطمح إلى لقاءات أخرى. شكرا أستاذ سليمان، وشكرا لقناة بيف تيفي. كل الشكر لك أستاذ حسن قاسم على ما تفضلت به، على أفكارك النيرة. كذلك الشكر الجزيل لأخي وصديقي العزيز الأستاذ سائر الناشب، الذي عملنا معا في بداية الثورة السورية بقناة سوريا الشعب، وكان عرعور معنا. تتذكر آنذاك عرعور قال جملة: انتظروا الجاريات الكرديات والعلويات. يعني كان من البداية الزلمة كان بده يقسم هذه الأفكار، كان يطرحها. وكان معنا الصديق محمد النعيمي، يعني هو من الناس الذين يودونك، هو رحل يعني عن هذه الدنيا. تسلم. لروحه السلام، ولكل شهدائنا لروحهم السلام والخلود. كل شكر لك أستاذ سائر. باسمكم جميعا مشاهدي بيف تي في، وباسمك أستاذ سائر ناشب وأستاذ حسن قاسم، نشكر من كان وراء الستار، من كان وراء نجاح هذه الحلقة. من الكنترول الأستاذ الشاعر عفضال خان تلداري، الزميلة الكاتبة يسرى زبير. كل الشكر لأستاذنا عبد الباقي حسيني، الذي هو المخرج الأول في كل حلقاتنا، واليوم كان غائبا بسبب أخذ جرعة لقاح كورونا. نتمنى له ولكل شعبنا ولكل أبناء الإنسانية السلامة والصحة الأبدية. كل الشكر لكم مرة أخرى. أتمنى من ضيوفي الكرام أن تبقوا بعد أن نودع المشاهدين، أن تبقوا بالاستوديو، والآن انتظرونا في الحلقة الجديدة يوم الخميس القادم. مشاهدي الكرام، إلى ذلك الوقت دمتم برعاية الله.